رجل عاش في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لكن ما يسمى صحابي. تخيلوا، لماذا لا يسمى صحابي؟ لأن الصحابي الذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به، هذا آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم لكن لم يره. طيب لماذا؟ لأنه بار بأمه ما يستطيع أن يفارقها. طيب اليوم تطلب الأم من ولدها خذني على الطريق إلى المكان الفلاني، والله عندك أخوي فلان، طيب هي جابتك وجابت أخوك فلان، لكن من فضل الله عز وجل عليك أن الله جعل أمك تأمرك أنت حتى تنال الأجر، فلا تعزف عن الأجر لأنك ستحتاج إذا وقفت أمام الله. صحابي تابعي جليل اسمه أويس بن عامر القرني من اليمن، من أهل اليمن. اسمع القصة العجيبة. تمنى أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن حيل بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم ببره بالأم. يقول عليه الصلاة والسلام لعمر: يا عمر، يأتي عليكم رجل من أهل اليمن اسمه أويس بن عامر من مراد من أهل اليمن. قال: كان به برص في جسده مبتلى، فبرئ منه إلا موضع درهم. لاحظ صفات يعطيها إياها الآن. كانت له أم هو بها بار. استشعر بالله معي الكلام هذا. لو أقسم على الله لأبره، أعطاها الله ما يريد. يا عمر، يقول لمبشر بالجنة: يا عمر، إن استطعت أن يستغفر لك فافعل. خلها يدعو لك يا عمر. يموت النبي صلى الله عليه وسلم، يتولى عمر بعد أبو بكر رضي الله عنه. يقف عمر يبحث عن القوافل التي تأتي من أهل اليمن. أفيكم أويس بن عامر؟ قالوا لا. أفيكم أويس بن عامر؟ قالوا لا. حتى جاء رجل بسيط في لباسه زاهد. اسمع بر الوالدين وأن يوصل كلام. جاء قال: نعم أنا أويس بن عامر. قال: أنت من أهل اليمن؟ قال: نعم. قال: أنت من مراد ثم من قرن؟ قال: نعم. قال: بك برص فبرئت منه إلا موضع درهم؟ قال: نعم. قال: لك أم أنت بها بار؟ قال: نعم. قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي عليكم رجل من أهل اليمن اسمه أويس بن عامر. الآن أويس يتفاجأ، كلام عظيم، من عمر الذي صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. قال: من أويس بن عامر من أهل اليمن من مراد ثم من قرن، كان به برص فبرئ منه إلا موضع درهم، لو أقسم على الله لأبره. ثم قال لي: يا عمر، إن استطعت أن تطلب منه أن يغفر لك، يعني يدعو لك، فافعل، وأنا أطلب منك أويس أن تستغفر لي. فقال: اللهم اغفر لي عمر. ثم اختفى عن الأنظار وذهب إلى العراق. كانوا الناس يتكلمون في الحج وعمر يحج، يتكلمون: هذا رجل فقير اسمه أويس. قال: أنت من جماعة أويس؟ قال: نعم. قال: أويس الذي من أهل اليمن؟ قال: نعم. فأراد عمر أن يرفع من قيمته ويرفع من جانب البر، ليعلم الناس الذين تخاذلوا في برهم لآبائهم وأمهاتهم. قال لي رسول الله: يأتي عليكم رجل من أهل اليمن من مراد ثم من قرن، كانت له أم هو بها بار، لو أقسم على الله لأبره. يا رجال، إن استطعتم أن يستغفر لكم فافعلوا. فذهبوا الناس إلى أويس، ازدحموا، تغيرت النظرة حتى يستغفر لهم، حتى ترك العراق وذهب إلى الشام. والله اعلم أن بر الوالدين عبارة عن قصة جميلة تكتبها أنت ويرويها لك أبنائك، فأحسن الكتابة. بر الوالدين ليس مناوبات وظيفية بينك وبين أبنائك، بل هو باب ومزاحمات عند أبواب الجنة. فاتق الله لتدخل مع هذا الباب. جعلنا الله وإياكم بارين بآبائنا وأمهاتنا. اللهم بيض وجوه والدينا يوم تبيض وجوه المؤمنين يوم القيامة. اجزهم عنا خير الجزاء يا رب العالمين. اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اجعل قبور من مات منهم روضة من رياض الجنة. اجمعنا بهم في الجنة يا رب العالمين. والحمد لله رب